مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الشيش طاووق. هنعملوه بطريقة حلوة وتتبيلة تحفة جدا. هنعملوه بطريقة بسيطة جدا وسهلة. شايفين شكله عامل ازاي؟ حابة تعملي رز مبحر زي ما انا ما عملت اعملي. حابة ان انتي تاكلي بعيش هيبقى جميل جدا جدا. ما شاء الله اللهم بارك، الفراخ مستوية وجميلة جدا جدا. شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي؟ جنب بقى شوية سلطة كده، شوية مخلل، بجد أكلة جميلة جدا جدا. وكمان هنعمل رز مبهر، بجد أكلة تحفة جدا زي ما انتوا هتشوفوا معايا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الفراخ جميلة جدا ومستوية، والرز كمان مستوي كده وبجد تحفة. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو، بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، ما تحرمش منكم يا رب. وقبل ما نبدأ الفيديو، اللي محطش لايك بقى يحط لي لايك، ويلا نقول بسم الله ونشوف هنبدأ ازاي. واول حاجة معايا حلة على النار، حطيت فيها حبة من الزيت وبصلاية كده مقطعاها مكعبات زي ما انتوا شايفين. يا دوبك بس هتاخد لون بسيط، هنزل كده بتلات اربع فصوص كده من التوم برضو متخرطين كده او متقطعين حتت صغيرة. وهنا هنزل بقى بمعلقة من الكيري ومعلقة كده من الكركم، وهنزل بمعلقة توم باودر وبصل باودر برضو معلقة. وهنا كده هادّي بقى تقلبتين كده، عايزة أقول لكم الريحة اللهم بارك جميلة جدًا، جدًا. هنا بقى هانزل بالرز، والرز طبعًا حسب ما أنتِ هتعمليه، إن كان 2 إن كان 3. هانزل كده بالرز بالمنظر دوّة، وهاحط معلقة وشوية كده من الملح، وهاقلّب طبعًا تقلبتين كده، وبعد كده هانزل على طول بقى بالمَيّة المغلية زي ما أنتم شايفين كده. أنا نزلت دلوقتي بالملح، الملح طبعًا حسب ما أنتِ بتحبي. هاقلّب برضه تقلبتين كده، وبعد كده هانزل بقى بالمَيّة. وأول ما هيغلي معايا طبعًا هاوطّي عليه بقى وهاسيبه كده على نار هادية عقبال ما يستوى طبعًا الرز. هاكمّل طبعًا اللي فاضل بقى، هنعمل مع بعض الشيش طاووق. وهنا طبعًا هنقوله بقى التتبيلة الجميلة اللي إحنا عملناها للشيش طاووق، لإني أنا طبعًا كان النور رايح وما عرفتش أصوّرها. حطيت نُص كوباية من اللبن الرايب، وكمان حطيت ربع كوباية زيت زيتون. طبعًا حطينا ليمونتين كده خدنا المَيّة بتاعتهم، وكمان التوابل بقى اللي أنتِ حابة تحطيها حطيها. أنا حطيت بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وفلفل أسود وملح وكزبرة وكمون، يعني من كل حاجة كده حابة كده تحطيهم. وقلبتهم كويس جدًا، وبعد كده حطيتهم بقى كده في التلاجة لمدة ساعتين 3. وكمان حطيت حبة كده من الزعتر برضه بيدّي طعم حلو جدًا. على قد ما تقدري سيبيها في التتبيلة هتدّيكِ طعم رهيب، بجد كان طعمها بجد تحفة جدًا. اللهم بارك ما شاء الله، طلعت التتبيلة بجد تحفة زي ما أنتم شايفين. أنا هنا بقى عندي كده فلفل يعتبر مكعبات، وعندي طبعًا الفراخ زي ما أنتم شايفين كده متقطعة كده قطع كبيرة شوية، وعندي الطماطم وعندي البصل. هنعمل زي ما أنتم شايفين كده، نحط بقى طماطم، نحط فلفل، نحط بصل، وبعد كده نرجع نحط الفراخ. أنا عندي طبعًا اللي هي السياخ ديّة اللي هي السليستين، دي يعني مش بتصدّي خالص، بجد جميلة جدًا، جدًا. وعندي كمان الخشب، قُلت علشان لو ما كفّاش معايا ده أعمل ده، يعني بصراحة ما شاء الله اللهم بارك عمل معايا كمية جميلة جدًا، جدًا. وعايزة أقول لكم والله التتبيلة دي بجد تحفة، جميلة جدًا، جدًا، اللهم بارك. شايفين ده بيكون شكله كده ما شاء الله، حابة إن أنتِ تزوّدي بقى زوّدي براحتك. ويالّا بينا هنا عايزة أقول لكم إن النور راح تاني، يعني بجد النور اليوم ده كان لاعبها معانا خالص بجد. كل ما آجي أعمل حاجة محتاجة إن أنا أصوّرها، طبعًا النور كان بيروح، فكانت بجد حاجة زهق يعني. فالحمد لله رب العالمين في الآخر النور جه ولله الحمد، وأنا باعمل كده النور جه، فالحمد لله رب العالمين يعني. وهنا هاعمل معاكم واحدة تاني. أنا عايزة أقول لكم الألوان دي بجد جميلة جدًا، جدًا. وما شاء الله كمان يعني البصل والفلفل والطماطم اللهم بارك استوى وكان جميل جدًا، جدًا. شايفين اللهم بارك ما شاء الله الشكل عامل إزاي، بجد تحفة. طبعًا أدخّله على درجة حرارة 220. حطيته في الرف الأوسط اللي هو في النُص، قعد معايا بالضبط نُص ساعة، وبعد نُص ساعة اللهم بارك كان استوى وكان جميل جدًا، جدًا. وهنا هاخد بقى من التتبيلة كده اللي اتفضّلت، وهادهن بيها الوش كلّه كده زي ما أنتم شايفين.
الألوان دي برضه جميلة جدًا، جدًا، وعلى فكرة يعني بجد الفلفل الألوان أو الفلفل الأخضر ده ما شاء الله اللهم بارك بيبقى حلو جدًا ومفيد جدًا، جدًا، يعني يا ريت ندخّله والله في كل أكلنا، أنا باعمل كده والله. وهنا طبعًا بعد نُص ساعة كان اللهم بارك مستوي كده وزي ما أنتم شايفين كان جميل جدًا، جدًا. هنا بقى كنت خلّصت الرز بقى وخلاص ما شاء الله، وبصراحة يعني النور كان عمّال يروح وييجي وكان اليوم ده بجد كنت مخنوقة جدًا، فقُلت لهم خلاص أنا مش هاعمل أي حاجة تانية جنبه. فطلّعت شوية مخلِّل بقى وقُلت كده الحمد لله رب العالمين، ولا هاعرف أعمل سَلطة ولا هاعرف أعمل لهم أي حاجة تانية. بصراحة يعني هي ما كانتش محتاجة، يعني بجد الأكلة كانت جميلة جدًا، جدًا وما كانتش محتاجة لأي حاجة تاني جنبها. أنا عايزة أقول لكم إن أنا طلّعت مخلِّل وحقيقي ما حدّش كَل منّه كتير، لإني ما شاء الله اللهم بارك طبعًا كان الخضار ده متّبل اللي مع الفراخ طبعًا أو الشيش طاووق، فطبعًا كانوا بياكلوه على الرز فكان جميل جدًا، جدًا، ما كنتش محتاجة بصراحة أي حاجة تانية جنبه. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك طبعًا عطانا كمية حلوة جدًا. دي الفراخ اللي إحنا كنا مفرّزينها، بجد والله بتنفع جدًا، يعني لمّا بيكون عندِك الحاجة في التلاجة كده بتطلّعي وتعملي في أي بترتاحي شوية طبعًا عشان الامتحانات والدروس واللي إحنا فيه الحمد لله، فلمّا تكون حاجتِك جاهزة بتبقى حاجة جميلة جدًا، جدًا في البيت. شايفين ما شاء الله شكله عامل إزاي؟ تحفة جدًا وطعمه كمان جميل جدًا، جدًا، والتتبيلة كمان كانت جميلة جدًا، جدًا. وده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل وبسيط، يا رب فيديو النهارده يعجبكم، أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.